فيديو النهاردة فلاحي 100%. هنحضر الجبنة القريش بالحصيرة ومن غير منفعة، وكمان هنحضر الجبنة القريش من غير حصيرة للي هما ما عندهمش حصيرة، وهنقول كل ده ازاي. هنعمل السمنة البلدي، كل ده في فيديو النهاردة. جبنة وقشطة وسمنة، ما هو سحور رمضان ما ينفعش ولا يحلى من غير جبنة قريش، والحلويات بتاعة رمضان ما تحلاش من غير السمنة البلدي. تابعوا معايا الفيديو للآخر، بجد فيه معلومات جميلة وهتعجبكم قوي. فيديو كله خير. دي قناتي وصفات ام جودي، لو اول مرة بتشوفوني يسعدني ويشرفني الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل ليصلكم كل جديد، ولو من متابعيني حبايبي حطي اللايك واكتبي لي كومنت حلو كده. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. معايا 5 كيلو لبن حليب كامل الدسم من عند لبان، يكون كده مضمون وانتوا بتجيبوا منه وعارفين ان لبنه يكون كويس. هنجيب اللبن من عند اللبان، وبعد كده هنسيبه بس يستهدى كده لو هو ساقع قيمة ساعة، وبعدين اقوم جايبة حلة كبيرة حطها على النار. اول ما الحلة تسخن معايا هقوم طافية النار، وبعد كده هقوم جايبة مصفى وهبتدي ان انا انزل باللبن بتاعي في المصفى عشان لو في اي شوائب في اللبن المصفى تحتجزها. وكمان انا عاوزة اعمل رغاوي على وش اللبن زي ما انتوا شايفين كده، وحاولوا وانتوا بتصبوا اللبن ترفعوا ايديكم علشان وهو نازل يعمل رغاوي على وش اللبن، لان دي هتبقى القشطة بتاعتنا هتعمل طبقة حلوة قوي من القشطة. وهتشوفوا دلوقتي معايا شكلها عامل ازاي. حطيت ال5 كيلو لبن في الحلة، وبعد كده زي ما انتوا شايفين الرغاوي بتاعتنا جميلة قد ايه. هنغطي عليها وهنسيبها ليلة كاملة في مكان دافي، ما نحركهاش ولا نيجي جنبها ولا نلمسها. هنيجي بعد 24 ساعة بالظبط هنفتح على الحلة، هنلاقيها تماسكت كده، وتيجي تحركيها بالراحة تلاقي ايه، مفيش فيها اي سوائل ومسكت وبقت زي الفل. هنقوم مغطيين الحلة تاني ومدخلينها التلاجة. هندخلها التلاجة من بالليل للصبح علشان انا عاوزة القشطة بتاعتي تمسك نفسها. اقوم لما انا اجي اشيلها من على وش اللبن تتشال معايا بكل سهولة، لان القشطة كانت لينة معايا جدا، لو جيت ان انا اشيلها مش هعرف اشيلها. فلما بدخلها التلاجة تشد نفسها كده شوية هي واللبن، وكمان عشان اللبن لما احطه في الحصيرة يمسك نفسه بسرعة وما ينزلش معايا سوائل كتير. هاجي بقى خلاص تاني يوم الصبح بقى، اللبن قعد معايا من بالليل لتاني يوم بالليل، دخلته التلاجة لغاية الصبح، طلعته الصبح زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى ان انا الاقي طبقة القشطة بتاعتي ما شاء الله زي ما انتوا شايفين بالمنظر الجميل ده، طبقة كبيرة ودسمة. هتيجي تشيليها هتلاقيها بتتشال معاكي بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. هنركنها على جنب الحلة، وبعد كده هنشيلها نحطها في بولة وهنعمل بيها السمنة بتاعتي النهاردة. يبقى القشطة دي هي اللي هنعمل بيها النهاردة السمنة البلدي اللي هتشوفوها معايا في نهاية الفيديو. واللبن الرايب ما شاء الله متماسك كله قطعة واحدة زي ما انتوا شايفين. طب لو انت جيتي تروبي اللبن ولقيتيه بعد 24 ساعة عمل قشطة بس اللبن من جوه كله سوائل، كده تتأكدي ان اللبن بتاعك مغشوش وعليه مية، يبقى اللبن ده لبنه مش مضمون. الاول احسن لك ان انت تجربي في كيلو، لو لقيتيه راب معاكي وبقى بالقوام اللي انت شايفاه دلوقتي قدامك ده كأنه زبادي بالظبط، شايفين اللبن عامل ازاي، ما فيهوش اي سوائل، كله قطعة واحدة. هنقوم بقى ايه بعد كده، جايبين صينية تكون نضيفة وحاطين عليها الحصيرة بتاعتنا. الحصيرة دي طبعا بتبقى موجودة في الأسواق وموجودة في اللي عند الفلاحين، رخيصة ومش غالية. طب طبعا معظمنا ما عندوش الحصيرة ونفسه ان هو ياكل جبنة قريش في البيت. هقول لكم ازاي دلوقتي هنعملها. فردت الحصيرة على الصينية عشان خاطر السوائل اللي تنزل من الجبنة تنزل في الصينية بتاعتي، لان السوائل دي انا بحتاجها وبعمل بيها ايه اصناف تانية، وهقول لكم برضو هنعمل بيها ايه. جبت اللبن بتاعي بقى وابتديت ان انا انزل بيه في الحصيرة. حطيت 3/4 الكمية زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ان انا الم الحصيرة على بعضها وهنقوم ايه معلقينها. هتتعلق في مكان كده يكون على الحوض، مثلا تعلقيها في ايد المطبخ، وتكون الحصيرة محطوطة على الحوض، وتحطي تحتيها صينية زي ما انت شايفة كده عشان اللبن اللي ينزل منها والمية دي جميلة قوي في عجين القرص، هنعجن بيها قرص ان شاء الله وتطلع جميلة. هدي للبن بقى بتاعنا رشة ملح خفيفة كده، انا بحب ان هو يبقى دلع، الجبنة بتبقى دلعة بتبقى جميلة، كأنك كده بتاكلي قشطة مش جبنة.
فلو الملح ده حسب رغبتك، لو انت عايزه تحدقيها براحتك حطي ملح زي ما انت عايزه، انما احنا بنحبها بتبقى طريه وكده زي القشطه، فما بحطش ملح كتير. كده انا علقتها اهو، قعدت معايا في الحصيره 6 ساعات بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حطيت تحتيها اطباق، نزلت الميه بتاعتها كلها. لو انت عايزه تسيبيها من بالليل للصبح كده هتحصلي على قطعه الجبنه معاكي هتبقى ناشفه. هنعلقها وهنقوم سايبينها بقى تقعد 6 ساعات في الحصيره. هاجي بقى للجماعه اللي هم ما عندهمش حصيره، ما كلنا مش معظمنا ما عندوش الحصيره ونفسه يعمل جبنه قريش وياكلها. هنعمل ايه؟ هتقومي جايبه اي مصفى عندك حاطه تحتيها طبق، وهتقومي جايبه شال ابيض كده زي ما انتوا شايفين، او طرحه، اي شرب عندك يكون نضيف، وتقومي حطاه في المصفى وحاطه اللبن بتاعك في قلب المصفى دي. اظن مفيش اسهل من كده. وبعد كده هتقومي قافله الشال عليها زي ما انتوا شايفين انا بعمل ايه. يعني مفيش اسهل والله من كده، هتعمليها وهتطلع برضو معاكي بنفس النتيجه ونفس الطعم بالظبط. هنقوم قافلين بقى الشال عليها كده وتقومي لماه. تمام لغايه هنا؟ تمام، اكتبوا لي تمام. هنحط الشال ونقفله، وبعد كده هقوم جايبه طبق تقيله حطاه عليها، وزي ما انتوا شايفين برضو هي بتنقط الميه بتاعتها اللي بتنزل منها في قلب الطبق دون. هنقوم جايبين طبق يكون تقيل شويه او اي حاجه تقيله وحطاه عليها من فوق، علشان زي تقيله كده، ان هي بحيث انها تضغط على اللبن ان هو ينزل الميه بتاعته اللي فيه، وما تضغطيش جامد عشان ما تتفعص منك. هي بس مجرد ان انت تحطي طبق عليها عشان خاطر يتنيه ضغط كده على الاشارب ان هو يفضل ينزل الميه اللي فيه، وبس كده. هنسيبها برضو 5 ساعات في الاشارب ده، وهتطلع معانا قطعه الجبنه ان شاء الله طعمها جميل. كده عدى اهو 5 ساعات. احنا بنحبها طريه زي ما قلت لكم، فما بحبش ان انا اسيبها كتير في الحصيره. بسيبها بالظبط بتاع 5 ساعات، بتنزل السوائل اللي فيها وبكده بتبقى جميله معانا. كده خلاص، يعني لما لقيتها بقى بطلت ان هي تنقط ميه، خلاص كده عرفت ان هي خلاص السوائل اللي فيها نزلت واصبحت معايا جاهزه. هاجي بقى اقوم فردة الحصيره وهقوم قلبة الجبنه كده زي ما انتوا شايفين علشان تدينا الشكل المخطط من فوق. اظن مفيش اسهل من كده. ومعلش اعذروني في المقطع ده، التليفون بعد الصوره دوست عليه غصب عني وما خدتش بالي، فالصوره بتهيالي ان هي بالنسبه لكم بعيده. فبعد كده بقى خلاص هنقوم مقطعينها. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. الجبنه طالعه جميله، الجبنه قشطه كانها قشطه والله مش جبنه، طعمها بجد تحفه. وده بيرجع لجوده اللبن. اهم حاجه ان انتوا تجيبوا لبن كامل الدسم من عند لبان كويس، ولو انتوا من الفلاحين تجيبوه من عند لا مؤاخذه يعني الناس اللي بيبيعوا اللبن، وتقوموا مدفين الحله وحاطينه فيها على طول، هيديكوا نتيجه روعه. ال5 كيلو لبن اللهم صل على النبي طلعوا معايا كيلو قشطه وطلعوا معايا كيلو ونص جبنه قريش. دي كانت الجبنه اللي في الحصيره زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك. تعالوا بقى نشوف الجبنه اللي كانت في الاشارب اللي هي من غير حصيره. فتحت الشال وقمت حاطه الطبق، وبعد كده قمت قلباه عشان الجبنه تقوم نازله فيه، وهبتدي بعد كده خلاص بقى ان انا اشيل الاشارب بتاعي او الشال، وكده خلاص الجبنه اللي معايا في المصفى كمان جهزت. هي نفس الطعم ونفس كل حاجه، هو بس الاختلاف في الشكل، ان دي معموله في حصيره واخده شكل خرطه الجبنه الطبيعيه، اما دي شكلها عادي قطعه جبنه عاديه، انما الطعم واحد والاتنين اجمل من بعض. طبعا كلنا عارفين ان اليومين دول احنا في شهر طوبة، واللبن بتاع شهر طوبة بيبقى كله خير، لان لا مؤاخذة البهايم بتبقى واكلة برسيم وبتبقى واكلة خير كتير، فاللبن بيبقى كله خير. يجي يطلع معاكي لبن حلو، يطلع معاكي كمية قشطة جميلة، تعملي الزبدة من القشطة تطلع معاكي لونها اخضر وجميل. ودي الزبدة اللي احنا عملناها من القشطة، وهقول لكم عملناها ازاي. ويلا بينا نخش على اللي بعد كده ونشوف عملنا الزبدة بتاعتنا ازاي. معايا دي القشطه اللي احنا طلعناها من على وش اللبن، والعلبتين دول قشطه انا كنت محوشاها في الفريزر. كان وش لبن مغلي، كنت كل ما بغلي لبن بشيل الوش بتاعه وبعينه في علبه في الفريزر. بعمل حساب يوم زي ده باجي اعمل فيه جبنه، بقوم مطلعه القشطه دي على القشطه دي علشان خاطر اسيح كميه سمنه على بعضها.
طلعت القشطه من الفريزر قبليها كده بكذا ساعه عشان تفك. وبعد كده قمت حاطه بقى القشطه دي على القشطه دي، وقمت هبتدي بقى ان انا الفها. هقول لكم دلوقتي على الطريقه اللي انا دايما بعملها من وانا صغيره، وكنت دايما بشوفهم عندنا في البلد بيعملوها، ان هم كانوا بيلفوها بايديهم، لا كان في بقى خلاط ولا كان في كبه زي اليومين دول. دلوقتي في حاجات جديده طلعت ممكن تسهل عليك ان انت تلفي القشطه. طيب انا ما عنديش، ممكن مش قادره ان انا الفها بايدي زي كده، هتقومي حطها في خلاط او ممكن تحطيها في الكب. هنخش بقى على المراحل اللي هنمر بيها في القشطه. اول ما احط القشطه في الطبق وهاجي الفها بايدي كده، هتلاقيها بقت لينه معاكي قوي، ده شيء طبيعي. دي اول خطوه. هتنيكي تقلبي هتلاقي القوام بدأ ان هو يتقل معاكي شويه بشويه، ده برضو شيء طبيعي. هي دي المراحل اللي بتمر بيها القشطه لغايه ما تبقى معايا زبده. كل ما هتقلبي هتلاقيها بتتقل معاكي، اعرفي ان انت كده مظبوط والقشطه بتاعتك تمام. هتقلبي وهتقلبي بايدك كده وريحي شويه وارجعي كملي تاني، هتلاقيها قوامها بقى تقيل معاكي كده زي الكريم شانتيه بالظبط. لغايه كده برضو تمام، احنا ماشيين مظبوط. برضو هتقومي لفه تاني بايدك، وبعد كده هتلاقيها بدأت ان هي تحبب بقى وتعمل وترمل كده كأنها زي الحبوب كده، زي حبات السكر كده. برضو تعرفي ان انت كده تمام. كل ما هتلاقيها بتتخن معاكي وبترمل، اعرفي ان انت كده ماشيه صح والقشطه بتاعتك تمام. هتيجي تلاقيها مره واحده قفشت كده وبقت خلاص يعني تماسكت كلها مع بعضها. برضو هي كده معانا مظبوط. هتفضلي بقى تلفي فيها بايدك لغايه ما هتلاقيها بدأت ان هي تنزل سوائل كده. بقى احنا في مرحله الخض اللي احنا بنخض فيه اللبن. القشطه بنخليها تقوم تفقد السوائل اللي فيها وتبتدي بقى ان هي تظهر معايا السمنه بتاعتنا. لغايه كده تمام، مفيش اسهل منها. الخطوه دي هتاخد معاكي بالظبط 10 دقايق لف. هتعملي بايدك شويه وتقومي ترجعي تلفيها تاني، وممكن اقل من 10 دقايق كمان. انا خدت معايا بصراحه اقل من 10 دقايق كانت لفت. انا قلعت الجوانتي لانه كان مضايقني جدا. طبعا انتوا في البيت هتلفوها بايديكم وهتطلع من ايديكم زي العسل. دي الطريقه الأضمن والانجح بتاعه الفلاحين اللي هم بيلفوا بيها القشطه وبيعملوها زبده. خلاص انا بدأت ان هي تطرى معايا، ولقيتها بدأت ان هي تجيب في ميه. كل الميه اللي هتنزل منها دي هي السوائل اللي هتنزل منها، وبعد كده هتطلع معايا السمنه بتاعتي. خلاص هنلمها بيها. املي البيت بالخير بأقل التكاليف. الجبنه غاليه في السوق، لا ده انت هتجيبي 5 كيلو لبن، هتطلعي سمنه وهتطلعي قشطه وهتطلعي جبنه، وهتعملي كميه وفيره جدا من الخير ده كله. فمعلش انت هتتعبي شويه بس في ال5 دقايق دول، انما بعد كده هترتاحي والله. الفلاحين دايما تلاقي بيوتهم كلها خير، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسبب ان هم بيدوروا كل حاجة، يعني كل حاجة بيستغلوها، ما بيرموش حاجة. اللبن بيعملوا منه قشطة وبيشربوه، بيطلعوا وبيعملوا منه جبنة وبيعملوا منه سمنة، بيروبوه بيعجنوا بيه قرص وبيعجنوا بيه فطير. يعني ما شاء الله بيدوروا كل اي حاجة عندهم بتطلع. فاحنا لازم نستغل احنا كمان الحاجة زيهم عشان خاطر بيتنا يبقى مليان بالخير ونوفر. فهنقوم بقى بعد ما هاجي بقى افضل الف فيها. خلاص هي بدأت تنزل المية بتاعتها وكده، خلاص هي يعتبر كده خلاص خلصت معايا. اول ما هبتدي ان انا الف بقى وخلاص هلاقيها نزلت كمية مية كتير زي ما انتوا شايفين كده، يبقى خلاص انا اقوم بقى مجمعة السمنة بتاعتي كور كده زي ما انتوا شايفين. في اسهل من كده والله ما في. طريقة سهلة ومش متعبة خالص، وممكن انت تلفي بايدك شويه وتنادي لبنتك تلف معاكي شويه، هتلاقي الدنيا مشت وبقت جميله. سمنه بلدي اللهم بارك، ريحتها تحفه. سمنه بلدي اصلي، هي دي السمنه البلدي اللي الفلاحين بيعملوها على اصولها. هتعملي الجبنه القريش في البيت، عرفنا عملناها ازاي في الحصيره ومن غير حصيره، وكمان عرفنا اهو النهارده ان احنا نطلع السمنه البلدي بتاعتنا من القشطه بطريقه سهله جدا ومش متعبه. لو وصلتوا بقى معايا لغايه هنا في الفيديو حبايب قلبي، اكتبوا لي رايكم وحطوا اللايك، واكتبوا لي انتوا بتتابعوني منين، ولو حد بيلف القشطه زي كده وبيعملها زي كده ولا لا، وقولوا لي بتعملوا الجبنه القريش في البيت عندكم برضو كده زي ما انا بعملها ولا لا.
خلاص انا كورتها، طلعوا معايا كورتين، وزنتهم على الميزان لقيتهم كده 800 جرام زي ما انتوا شايفين. يعني القشطه اللي انا لفتها دي طلعت معايا 800 جرام سمنه بلدي. ودي كانت الجبنه القريش اللي احنا عملناها في المصفى، والجبنه القريش اللي عملناها في الحصيره تحفه، طعمها قشطه يا جماعه والله عسل. انتوا هتجربوها بنفسكم وهتحكموا. ودي الجبنه القريش اللي كانت في الحصيره برضو زي العسل. عايزاكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي فيها رايكم، وانا لما سايح السمنه هوريها لكم شكلها عامل ازاي. ده كان فيديو النهارده، فيديو تشجيعي عشان خاطر رمضان نعمل القشطه والسمنه والجبنه. اظن مفيش اسهل ولا اجمل من كده. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. ولو عايزين تسالوا على اي حاجه في الوصفه اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. ويهمني رايكم في فيديو النهارده. عايزاكم تقولوا لي الفيديو بتاع النهارده عجبكم ولا لا. واوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتدعموني وتحطوا اللايك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.